السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزتي الغاليات، نتمنى ان شاء الله يوصلكم فيديو تاع اليوم وانتم ملاح وفي احسن الاحوال وفي الف صحة وعافية يا رب. كما العادة نصلوا على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد، افضل الصلاة والسلام. اذا خواتاتي، اليوم رانا ثاني مرة في محل رام بلوز لبيع قماش البلوزة الوهرانية، والفيديو تاع اليوم صورت لكم كاع الجديد اللي دخل يخص قماش البلوزه الوهرانيه، بدايه من قماش البروكار وقاطفه الهواء وقماش الثليجه كما طلبتوا مني. دائما نذكركم ونقول لكم ما تنساوش تمدوا لي رايكم في التعليقات، والمتابعات جدد نقول لهم مرحبا بكم في قناتي، ونقول لهم يشتركوا في القناه ويفعلوا جرس الاشعارات باش يوصلهم كل جديد. بعض المتابعات طلبوا مني باش ندير لهم فيديو يخص قماش الثليجه، صورت لهم فيديو جبت لهم الانواع اللي دخلت في القماش الثليجه، وكذلك جبت الاسعار. يعني الاسعار اللي جبتها تاع اليوم في متناول الجميع. تبدا الاسعار تاع قماش الثليجه كاين اللي يدير 100 ألف للمتر الواحد، وكاين اللي 190 ألف للمتر الواحد، كاين 350 حتى 850 للمتر الواحد، على حسب الامكانيات وعلى حسب الذوق تاع الزبونه. واللي ما تعرفش المحل نقولها، هذا المحل يتواجد في شارع معطى الحبيب مقابل محطة الترام. كما راني خليت لكم أرقام الهاتف في بداية الفيديو، وكذلك رايح نعاود نكتب لكم الأرقام في نهاية الفيديو باش تتواصلوا مع المحل. نسيت ما قلت لكمش، يعني مشي كاع القماش يتباع بالمتر الواحد، كاين ينباعوا بالقطعه الواحده كما هذا اللي راكم تشوفوا فيه، هذا يتباع بالقطعه. كاين اللي يجي فيه هذا الله اعلم فيه 3 مترات. مهم اللي تبغي كش معلومه ولا راني خليت لها ارقام الهاتف في بدايه الفيديو، وتتواصل مع المحل وتسقسيه. كاين كيما هذا يتباع بالقطعه، ما يتباعش بالمتره. وعنده تاني كيما القماش تليجه، عنده واحد الانواع اللي راه يبيع فيهم بالمتر الواحد، يعني على حساب طلب الزبونه. اذا هذه هي الانواع اللي دخلت تاع قماش تليجه، والالوان كذلك المتنوعه اللي راكم تشوفوا فيها ما شاء الله. هذا يتباع 450 الف للمتر الواحد.
إذا ننصحكم باش تكملوا الفيديو تاعكم للآخر. راني متأكدة باللي رايح يعجبكم الفيديو. وفي الآخر عندي رجاء كيما العادة، ما تنساوش رايكم في التعليقات وتدعموني بلي جيم، ونقولكم خليت لكم الراحة والهنا وتهلاو في رواحكم، ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله. كملوا الفيديو تاعكم للآخر.